السلام عليكم ورحمة الله. في أكلات كده ما ينفعش تتعمل إلا في نص الأسبوع، أو إحنا بنبقى في نص الأسبوع كده مش عارفين، محتارين نعمل أكلة إيه. من ضمن الأكلات اللي ممكن نعملها في نص الأسبوع الشاورما السوري أو الشاورما. يعني هي بتبقى أكلة سريعة التحضير، مناسبة لنص الأسبوع، وفي نفس الوقت بتبقى لذيذة جدا، وبتتعمل أحلى من اللي ممكن نكون بناكلها في المحلات. شايفين بقى المنظر؟ يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. أول حاجة كده هنبدأ الفيديو. معانا كيلو فراخ بانيه، هنقطعه كده على شكل صوابع، وهن هنبدأ أول حاجة إن احنا هنعمل التتبيلة. معانا معلقة صغيرة مليانة بابريكا، فلفل أسمر، كمون، نص معلقة قرفة صغيرة، ملح. أنا هكتب البهارات في صندوق الوصفة عشان ما ننساش حاجة. ومعانا كده حوالي 3-4 معالق معالق زبادي، هنقلبها كده. الأول قبل ما نحطها على الفراخ أو على الشاورما. ومعانا ليمونة. دي تتبيلة لكيلو فراخ. طبعا اقل مدة لتتبيلة الشاورما دي بتبقى نص ساعة، ولو احنا هنسيبها فترة طويلة مش هنحط الملح هنحطه قبليها كده ب10 دقايق. وهنحط شوية زيت كده، وشوية شوية خل صغيرين، وهنقلب بقى التتبيلة. هي التتبيلة بتاعتنا كده جاهزة. هنقلبها كويس كده ونسيبها بقى زي ما قلنا في الوقت اللي احنا نحب، يعني نص ساعة، او ممكن نبيتها في التلاجة زي ما نحب. هي مش بتحتاج وقت كتير ان احنا ممكن نعملها فيه. معانا بصلتين كده كبار متقطعين ترانشات بالشكل دوت. احنا عايزين البصلة كده، احنا عايزينها بس تطرى كده معانا علشان لما نحط البصل ما يطلعش مية كتير. وهنركنه على جنبه، وهنبدأ نحط الفراخ كده شوية بشوية. يعني احنا عايزينها الى حد ما تنزلش مية كتير، نديها صدمة كده، يعني ايه، شوية بشوية. انا حطاها على البوتاجاز على الشعلة الكبيرة، ومش هنقلبها كل شوية، يعني هنقلبها بسيط جدا. اما حسيت ان هي استوت معايا، هبدأ ان انا من الجنب اللي ناحية النار هبدأ ان انا ايه اقلبها. طبعا الفراخ بتاخد حوالي من مفروض ان هي تستوي، يعني مدة سوا في الفراخ بتبقى حوالي 25 دقيقة. احنا هنسيبها على النار لما المية بتاعتها تنشف تماما، وبعد كده هنحط الطماطم. معانا طماطمتين صغيرين متقطعين كده صوابع برضو، والفلفل متقطع شرايح بالشكل ده، هنحطهم دي اخر تكة. هنحط الفلفل والطماطم قبل ما نقفل عليها بحوالي دقيقتين، وهنغطيها كده ونسيبها على النار مع الفلفل والطماطم كده دقيقتين قبل ما نقفل عليها. كده هي جاهزة معانا. الفلفل كده يعني دبل كده يدوب كده، طعمها يجنن، احلى من بتاعت بره بكتير فعلا. العيش بقى هنحطه كده علشان خاطر قبل ما نعمل السندوتش هنحطه كده بالشكل ده، عيش مفتوح بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل السندوتشات بتاعتنا. اتمنى الوصفة تنال اعجابكم، جربوها هتعجبكم جدا. وما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.